السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون كلكم بخير، صحة وسلامة وعافية يا رب. ورجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد، يوم من الايام البسيطة ان شاء الله ينال اعجابكم. وقبل كل شيء نصلي على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نبدو وياكم بوصفتنا لليوم. هالوصفة طلبتها مني بنوتة وقالت يا ريت تسوي لنا دجاج بالكاري. أبدو وياكم وصفتنا اليوم. مقاديرنا هي بصل، طماطة، شجر، بوتيتة، دجاج كالعادة. الدجاج يعني سلقته سلقة، غسلته وسلقته سلقة وذبيت مية، تعرفوني انتو، أفورة فورة وحدة وأذب مية. البهارات عندنا كاري، بابريكا، ثوم مطحون، شوية مو هواية، خاشوقة مال شاي 7 بهار، ومكعب ماجي وملح، وها هي الخضار اللي عندنا. والمفروض هي وياها جزر، بس أنا ما عندي جزر اليوم فاستبدلته بالشجر. إذا ما عندي جزر استبدلي بالشجر، لا تتقيدين عزيزتي أبدا تتقيدين. هنا عندنا كوب حامض. إذا ما عندك كوب حامض استعملي كوب خل عادي، أي خل، خل أبيض، خل أسود عادي كله يشتغل. نص كوب زيت. هنا قلت لكم الوصفة: ثوم مطحون، خاشوقة مال أكل كاري، خاشوقة مال أكل بابريكا، خاشوقة مال أكل ملح، مكعب ماجي، خاشوقة مال شاي 7 بهار، وخاشوقة مال أكل ثوم مطحون. هسه نبدي نسوي التتبيلة مال الدجاج. هاي الأكلة كلش طيبة ورهيبة وذابت ذوب. هسه شوفونها وياي. هنا أنا بلشنا، خليت الزيت والحامض. قلتلك إذا ما عندك حامض لا تتقيدين أبد، خلي خل، أي نوع خل عندك خلي، حتى لو خل التفاح كله يشتغل، أهم شي خل. إن أنا راح نمزج المواد. والبهارات يعني لا تكثرين، هاي البهارات اللي موجودة بس اللي خليناها. لا تكثرين بهارات جدر وكركم وهاي السوالف أبد لا تخليها، يعني هي أصلها أكلة الكاري، كاري وبابريكا ومكعب ماجي كلش كافي. وبعد تبقى الثوم حسب الرغبة، أنا أحب التتبيلة بالثوم. هنا تبلت الدجاجة وراح أسوي بيها فتحات حتى تشرب التتبيلة. وراح يشوفون هسه الخطوة الثانية. هاي الدجاجة نخليها بالفرن ونسلفنها، نخليها بالرف الوسط أو الرف اللي قبل الأخير وتسلفينيها، ولا تفتحين سيليفون أبد. هسه أشوفك شلون. هسه راح نبدي. أول شي راح نقطع الخضار هذي كلها، راح نثرمها هيجي جوليان شرائح بهالشكل هذا. وطبعا هذا عندي فلفل أخضر همين اللي فرسته وياكم، شفتني يوم شلون فادني وطلعته. أنا يوم ما عندي فلفل فذكرت إنه عندي مفرزة، طلعته وفادني الحمد لله والشكر. كلش تريد تفريزات بنات، لازم من هسه نبلش بالتفريز. بس هنا أنا خليت الدجاج فوق الخضر. والتتبيلة ما راح نذبها، التتبيلة هاي شوفوا ما راح نذبها، هاي راح نغطي الصلصة، راح نغطي بها الدجاج والخضروات. يعني ما أحكي لكم على الطعم، ما أحكي لكم على النكهة صارت بي. يعني اليوم عندي بالبيت قالوا ماما بعد سوي لنا كذا من هذه، بينما أنا عندي والله ذولا ولدي الصغار ما ياكلون دجاج أبد. اليوم قالوا ماما يخبل كلش طيب، قالوا بعد سوي لنا إياه هيجي. هنا أنا جبت ورق الزبدة وغطيته، وراح النوب أخلي فوقه سيليفون، لازم يتغطى بإحكام، لازم يعني ما تخليه منه ولا منفذ صغير ولا قطرة هواء تدخل أو تطلع من عنده، أريده يستوي بالبخار مالته. هنا أنا راح أسلفن شوفوا شلون سلفنته. وراح أدخله الفرن حامي من جوا، الفرن مشتعل من جوا وحامي تدخلينه بيه. هاي أخذت من عندي ساعتين، خليته ب11 بالوحدة استوت، يعني وحدة وربع فتحتها مهروسة هرس. هسه شوفوها وياي. هسه راح ادخلها الفرن وشوفون النتيجة شلون تطلع، ناجحة 100%. هسه بعد ما دخلتها للفرن قلت خلي شو اسوي بين ما تستوي، خو ما اظل قاعدة اني، قلت خلي انظف وياكم، اغسل البيت وياكم، اصور لكم
واخذ لكم ايش كم لقطة هنا. بعد تعرفون الجو تراب واني ما غاسلة صار يومين، فقلت لازم اغسل اليوم بعد ما بيها مجال لازم ينغسل البيت. بنات يعني انتو هم مثلي اذا ما تغسلون البيت ما ترتاحون، يعني ما اعرف اذا بس مسح ما ارتاح ما يشفي قلبي. فقلت خلي اخذه مسحة وياي واصور لكم. اللي وصل هنا بنات لإنسانة من اللايكات، طبعا اكو مشاهدات بس لايكات ماكو، ليش ما اعرف، يعني واحد شنو يخسر من يضغط على اللايك؟ بس اريد افتهم. يعني هسه اني طول ما باليوتيوب طول ما اشاهد فيديوهات امشي واخلي لايك، مستحيل اطلع من فيديو بدون ما اخلي لايك. اقول ليش؟ بما انه شفت واستفاديت انطي لايك، خلي غيري يستفاد، يعني واللايك شي يخسركم؟ بس قولولي. يعني اللايكات كلش كلش ضعيفة بنات. هذا الفيديو اريد يتفجر لايكات، اريد منكم فضلا وليس امرا هذا الفيديو يتفجروا لايكات، خلي اشوف محبيني ايش قد بالقناة. يعني اكو مشتركين خير من الله، مشاهدات خير من الله، لكن لايكات ماكو، يعني كلش قليلة. وهنا مستمرة بالغسل وياكم، وبعد هنا شفنا القاع. هسه صدق هنا راحة نفسية مو طبيعية، مت تنظفين البيت وتمسحينه ومشغلة قرآن صلوات على محمد وآل محمد. وبنات ما ننسى الدعاء، قلت لكم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء بنات عظيم عظيم والله عظيم، اقروا وما تخسرون شي. وطلقوا النية قبل ما تقرونه، أطلقوا النية بنية أني شافي مريض، بنية أني يرزقني رب العالمين، بنية أني فرج همي. قولوا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تقعدين من الصبح قول يلا أما أني خرجتي من حولي وقوتي لا حولك وقوتك يا ذا القوى المتين. ترجعين تقولين إيش عندك أذكار الصباح تحكيها من الصبح أول ما تقعدين من النوم تصلين، ذكري أذكار الصباح. وهنا أنا خلصنا شغل، وهنا راحة النفسية وعطرنا والبيت صار بارد، وقلت لكم القرآن مشتغل راحة نفسية، وخلص الشغلي وغداي مستوي بالفرن. وكان هذا يوم جمعة والصلاة على محمد وآل محمد، يعني راحة نفسية ما تخلصين كل شغلك. طبعا قاعدة الصبح قاعدة بالتسعة، فقلت خلي أكمل والحمد لله والشكر. هنا شوفوا لي الراحة وانا منفوشة بكل فيديو، يعني لازم تخيل نفسها بكل فيديو تبوشة. وهناني لحظة العشق الجمال، هنا وبعد مرور ساعتين طلعته من الفرن. راح أشوفكم هسه شلون ذايب ذوبان بعد حار بنات. جاي أحاول أشوفكم شلون ذايب، يعني والله العظيم هيك شوفي تلزمين، يعني بأثناء ما تغدينا تلزمين العظم هيك يوقع من اللحم. هاي العملية أخذت من عندي ساعتين. هسه شو أسوي؟ راح أخليه بفرن كهربائي، كنت مخليته ساعتين بالطباخ فرن الغاز، هسه راح أخليه فرن الكهربائي من فوق بس يحامر وأطلعه. هي خلاص يعني مدة 10 دقايق ربع ساعة بس يحامر من فوق، وهاي هي خلاص وخلصت وصفتنا وأسهل منها ماكو. الحلو بيها هاي الوصفة سهلة، لا تحمسين ولا تسلقين ولا شي، تجيبي الخضار كلها عالدجاج وبتتبيلة وحدة وتغلفيه وتدخليه بالفرن، يطلع عندك أحلى صينية كاري دجاج بالخضار والكاري. وللبنوتة طلبتها مني هاي الطريقة، وألف عافية مقدما. وهذا غدانا كان، وعلينا وعليكم بألف عافية. نجي هنا نكمل وياكم سلسلة التفريزات. بنات احنا بما انه موسم الرطب والتمر، يعني مرات دائما يبقى عندنا بالثلاجة تمر ما حد ياكل. احنا بالنسبة لنا عائلتي يعني مو هالقد ياكلون تمر هواي بكثرة، لا على المشتهى. فكل مسواق يجيبون لنا هيك سلة تمر، فانا شو اسوي؟ اخليه بحافظات
حتى ليش يبقى كله بالثلاجة وينعدم، توقع عليه مرقة، يوقع عليه مي طرشي، يوقع عليه مي ويخرب حرامات. نخليه بحافظات ونخليه بالفريز. أي واحد يشتهي ياكل نطلع له بماعون، بيجي حالة التمر يبقى نظيف، لا يخرب لا بيشي لا وقع عليه شي، يبقى نظيف. كل ما يزود عندش تمر خليه بحافظات، مو إلا بهاي الحافظات. هاي الحافظات اللي نوزع بيها محرم، الكاسات البيضة اللي بيها قبق جنها كاسة موطة، هاي يعني شي تقريبا ماعون. ويا كل وجبة أكل أطلع من هاي الحافظة البيضة وأخليها ويا الأكل، ويا الغدا ويا العشاء، مثل عصرية ياكلون ويا التمن ويا اللبن وهكذا. وهنا أنا فيديونا راح يقرب على الانتهاء، وأقول لكم أشكركم، أشكر كل من انضم لقناتي من العراق، من خارج العراق، من دول عربية، وأشكر كل من دعمني بلايك وتعليق حلو مثله، وفرحتوني وأسعدتوني بمساندتكم إلي. وربي يحفظكم ولا يحرمني منكم، وإن شاء الله إن شاء الله بحيل الله نكبر أنا وياكم سوية، وإن شاء الله بيكم تكبر قناتي. وهنا أنا راح يوصل يقرب فيديونا على الانتهاء، وأخليكم ويا هذه الحافظات المنظر الحلو، وأشوفكم على ألف خير. مع السلامة، باي باي.